اللي هي احنا في عمان نعشق وجود الشاعر الخليجي في مسابقاتنا وفي مهرجاناتنا وفي مناسباتنا. في المقابل نلاحظ رفض للشاعر العماني في الإعلام الخليجي. شنو السبب بنظرك؟ السبب في نظري أنا أول شيء بطرح لك مثال على أساس أنه يكون عندي دليل الكلام اللي أتكلم به. يعني كثير من المهرجانات الموجودة في الإعلام الخليجي، مسابقات خليجية في شتى الدول الخليج. الاسم العماني، اسم الشاعر العماني يتواجد مرة أو مرتين، تواجد مرة أو مرتين يعني. بينما احنا في عمان نقيم مهرجانات بسيطة 2 أو 3 أو 4 وتلاحظ زخم كبير من الشعراء الخليجيين موجود عندنا في عمان. تغييب اسم الشاعر العماني من المهرجانات الخليجية شو سببه؟ إذا أنت وأنا والناس اللي قاعدة تتابعنا متفقين أنه الساحة الشعرية العمانية بيئة خصبة من الشعراء، وفيها الشعراء التجارب، وفيها الشعراء اللي قدموا كثير للشعر. احنا واصلين لمرحلة الشاعر العماني واصل لمرحلة أن يقف له الحاكم، واصل لمرحلة أنه يعني مثلا في مسابقات يختارون احنا 2 أو 3، ما في مقارنة بين شعراء من دولة أخرى 15 و16، ونوصل نعدي مراحل كثيرة في برامج عدة يعني. كذلك نحصد مثلا الشاعر العماني وصل لمرحلة أنه حصد جائزة شاعر العرب. عدم وجود الشاعر العماني في المهرجانات شو سببه؟ هذا السؤال يوجه للإعلام. يمكن الشاعر العماني يغلب عليه الطابع الرومانسي العاطفي، ما يصلح المنابر، صحافة، قراءة. من يقول أنه الشعر الرومانسي لا يصلح للمنابر؟ من يحكم هذا الشيء؟ مش الجمهور؟ ايه؟ الجمهور اللي يحكم هذا الحاجة، صح؟ الجمهور أنا متأكد أتحداك يعني في الكلمة اللي قلتها أن الجمهور ما يعشق الشعر. أنا أقول لك وجهة نظر. كثير من الأمسيات يعني أنت قصدك أن الشعراء اللي يستضيفهم الإعلام هم الشعراء المنبريين فقط؟ أغلب شعراء عمان أغلب الشعراء رومانسيين عاطفيين، لونهم هادي. شوف بقول لك حاجة، يمكن هذا تميز. ليش ما تعتبره تميز؟ إذا كان جميع الشعراء الموجودين في الخليج أغلبهم منبريين، تحصل ساحة شعرية متميزين بالرومانسية، هذا تميز. أنت في الأمسية إذا بتجيب جميع أساليب الشعراء كلها كمنبرية ما أضفت شيء في الأمسية. أكيد أنه في شرايح عدة موجودة في الجماهير تحتاج للشعر الرومانسي، في فئات تحتاج للشعر المنبري، في فئات تحتاج للشعر كذا، فأنت محتاج إذا كان هذا السبب. لكن وجهة نظري ما هذا السبب أبدا. إحنا عندنا في احتمال أنه يكون سبب. أنا ما عندنا في عمان شعراء منبريين، وعندنا في عمان شعراء رومانسيين، وعندنا في عمان تجارب شعرية جميلة، ما بقول لك متكاملة ولكنها جميلة. ممكن أنك تحدث مقارنة بين شعراء الخليج وبين شعراء في عمان. القضية كلها في حلقة وصل مفقودة بين الإعلام الخليجي والشاعر العماني. شو السبب؟ ما أدري. والدليل على كلامي ما بعيد ما قلته، أنت ابحث والجمهور أكيد عارف وجود الشاعر العماني في مهرجانات الخليج مرة أو مرتين. شو السبب؟ الله أعلم.